يا صباح الفل، ده يوم من أيام سنة أولى جواز، والنهارده بقى تاني جزء من تنظيفات الشتا. تعالوا أخدكم معايا في يومي النهارده وأقول لكم عملت إيه. اول حاجه كده صحيت حضرت فطار، ودي بقى صورة البراد قبل ما يتكسر تاني يوم واحنا بننضف. حطيت بقى الشاي، كنت عايزه اعمل شاي كرك كده فحطيته في البراد، ودي مش طريقته الاصليه. عملت بقى كوبايتين شاي واكلت معاه بسكو لبن، ده حلو قوي بطعم الموز، بجد طعمه حلو جدا. بعد كده بقى ولعت على الترمس عشان يلحق يستوي كده، وسبته بقى على نار هاديه خالص لحد ما تدوقوه كده وتلاقوا الترمس استوى. بعد كده بقى شلت كل الكفرات اللي انا كنت حطاها كده على الكنب بقى وعلى الانتريه علشان اغسلها قبل ما انضف، علشان لما انضف افرشها. فشلت بقى كل حاجه كنت حطاها كده، وبدات بقى التنظيفات ومسحت التراب كده اللي كان على الشباك. وطبعا بستخدم فوطه التراب من جرين واي. نضفت بقى الشباك كله كده بالفوطه، وبعد كده عملته بالفرشه. انا بقى على اوضه النوم نضفنا وشلنا السجاد ومسحنا تحتيه كده بمعطر ومعقم. وبعد كده برضو اوضه الدريسنج شلنا السجاد وكنسنا الارض. وبصوا بقى كانت كل حاجة حرفيا مقلوبة بقى في الشقة على بعضها، الطرقة على الصالة على الأوضة على كل حاجة. خلصنا بقى أوضة الدريسنج الحمد لله، وعملنا الأرض والنجف وكله، بس لسه الدولاب بقى أنا هبتدي أرتبه كده في المنظمات. دخلنا بقى على أوضة الليفينج، وكنت عايزة أغير فيها شوية حاجات كده، فهشيل منها بقى المكتب وكده أغير مكانه. وطبعا الأوضة بقى كانت كلها على بعضها. كنت عايزة بقى أنضف الكنب، فاستخدمت المستك الأورنج ده، جايباه من هيلثي لايف باي ميمي. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو. حطيت منه معلقه كده، وحطيت لوح من الواح التنظيف اللي انا جايباها منها برده. وهستخدم معاهم بقى فوطه الانفلفر الثلاثيه دي، احط عليهم بقى شويه ميه سخنه كده علشان بس اللوح ده يدوب كده. وهبتدي بقى اخد بالفوطه كده وهغسل بقى كل حاجه في الانتريه. والكرسي ده كان متبهدل جدا من ساعه العفش وكده والنقلان، كان بجد متبهدل جدا. فمسحت بقى الكنب كويس قوي كده بالفوطه، وغسلته كده على الناشف، بجد نضفته وخليته بصوا زي الفل. سيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو، ادخلوا عندها حاجات كتير جدا. لما الترمس خلاص بقى حطيته في علبه وحطيت له ملح كده وشيلته في التلاجة. وكنا بقى جوعنا فقلت بقى اعمل حاجه على السريع كده. عملت بقى بطاطس محمره وحطيت صلصه المكرونه كده. حمرنا بقى شويه بطاطس، وحمرت جنبهم كمان قطعتين كده ستريبس بقى، واتغدينا الحمد لله. وبعد كده بقى قمنا علشان نكمل. اخدت بقى الشجره اللي كانت في الاوضه كده، قلت اغسلها بقى من التراب اللي عليها كده غسله نظيفه بقى. وانا بصراحه كنت بنضف كل حاجه واقل حاجه كده تنظيفه عميقه علشان تبقى تنظيفه الشتاء. حطيت بقى الستاير كلها كده على الكرسي في الاوضه، ولمينا بقى السفره كده على جنب وحطينا عليها السجاد لاننا خلاص كنا فرهدنا. وبصوا احنا بادئين من الصبح والدنيا ظلمت، فاستريحنا بقى وبكره هنكمل. قعدت بقى اكل ترمس كده واخد بريك بقى علشان كنا خلاص فرهدنا.